بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده هنعمل كفته الحاتي. سبق وقبل كده عملناها بطريقه مميزه، والحمد لله بفضل الله نالت اعجاب ناس كتير وجابت اكبر مشاهده عندي في القناه. النهارده هنعمل كفته الحاتي في الفرن. بصي بقى، لو عندك عزومه او لو مش عندك عزومه، لو انتي بتشتغلي وعايزه تعملي كفته الشهر كله وتعنيها وتفرزيها في الفريزر، النهاردة هنعرف كل ده هنعمله بشكل بسيط وسهل ومش بياخد معانا اي وقت خالص، والنتيجة يعني عايزة اقول لكم هتبهركم بمعنى الكلمة. انا النهاردة هشتغل على 1.5 كيلو من المفروم. انا عندي البصلتين اللي انا وريتهم لكم دول، البصلتين دول لكل نص كيلو من اللحمة المفرومة. بجيب بصلتين متوسطين. يعني انا بشتغل النهارده على 1.5 كيلو، يعني المفروض ان انا هشتغل على 6 بصلات. 6 بصلات بقوم مزودة عليهم كمان بصلة، بس انا كان عندي يعني البصل صغير شوية عشان محدش بس يقول لي العدد، لان كان جالي اسئلة كتير بمناسبة كمية البصل بتتحط في الكفتة قد ايه. فزي ما انتم شايفين كده يا جماعة، لكل نص كيلو بصلتين متوسطين، وعلى حسب الكمية اللي انا بعملها بقوم مزودة في النهاية كمان بصلة زيادة على الكمية كلها. بجيب البصل وبشيل الحتة اللي هي بتبقى محجرة شوية دي كده، وبفرمه بشكل كويس جدا في المفرمة. النهاردة هشتغل على 1.5 كيلو زي ما اتفقنا. دول كده 3 تنصاص اهو. بجيب البصل وبحطه في المصفى زي ما انتوا شايفين، نفس الطريقة الأولى بالظبط. وبعد كده بجيب المصفى وبحطها في الكبة، وببدأ ان انا اعصر البصل واخد البصل بس، يعني بس وانا بعصره في الحالة دي انا مش بعصر جامد، يعني انا مجرد ان انا بخف مية البصل منه يا جماعة. ما تعصريش جامد علشان الكفتة ما تطلعش ناشفة ومحجرة معاكي وانتي بتعجنيها. بعد ما حطيت البصل بنبدأ هنا بالتوابل بتاعتنا. احنا لغاية دلوقتي شغالين زي كفتة الحاتي اللي احنا عاملينها في الفيديو الاولاني. هنشوف ايه الفرق بين الكفتة دي والكفتة التانية دلوقتي لكل نص كيلو نص معلقة صغيرة. بصي، مهما كانت الكمية اللي انتي بتعمليها اقعدي اعملي كده نص 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 كده 3 تنصاص. والبصل معانا بياخد كمان نص، مش نص معلقة، اسفة، هي معلقة صغيرة. يعني انا حطيت 4 معالق ملح من الصغيرين، مع 3 معالق فلفل اسمر، ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وبشرت واحدة كاملة من جوز الطيب. ببدأ ان انا امزج المكونات دي كلها كده مع بعض، ونقول مكوناتنا تاني. حطيت هما 3 تنصاص من المفروم، بحط عليهم 4 معالق صغيرة من الملح. ليه 4 معالق؟ المعلقة الأخيرة دي علشان كمية البصل اللي احنا حاطينها. وببدأ أحط 3 معالق من الفلفل الأسود. لو انت عايزاها مشطشطة بتزودي كمان معلقة، هيبقوا 4 معالق. وبعد كده حطينا معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وبشرت واحدة كاملة من جوز الطيب. وزي ما اتفقنا جوز الطيب انا بفضل ان انا ابشرها بشكل مباشر. بعد كده ببدأ ان انا احط اللحمة المفرومة في حواف الطبق زي ما احنا شايفين كده. وبكون بعمل عندي بولع عندي على البوتاجاز على وحدتين من الفحم، وبحطهم في النص كده، وبجيب نقطتين من الزيت وبحطهم، وابدأ اغطي عليها واسيبها حوالي ربع ساعة لغاية ما تتشرب من الفحم بشكل تام. ببدأ دلوقتي هنا ابدأ اعجن عجنة محترمة كأنك بتعجني دقيق. يعني بصي، مهم جدا ان الكفتة تتعجن بشكل كويس. لو انا حسيت ان هي خشنه معايا ببدا ان انا ابل ايدي كده من ميه البصل، وان انا اعجن تاني لغايه ما العجينه تبقى قوامها مناسب تحت ايدي. ببدا اجيب هنا السيخ واصبع على السيخ كده زي ما احنا شايفين، وبحكم صباع الكفتة معايا من تحت ومن فوق بشكل كويس جدا علشان يطلع متماسك وما يفركش معايا في الصينية.
لغاية دلوقتي هنقول ان دي نفس الطريقة اللي احنا عاملينها قبل كده. طب ايه الفرق؟ هنشوف دلوقتي ايه الفرق بين الطريقة دي والطريقة التانية، وهل الطعم مختلف؟ الطعم بالفعل مختلف تماما. انا هنا كنت بصبع وبحط على صينية عادية، وما كنتش واخدة بالي ان انا هعملها في الفرن يعني. دلوقتي هتلاقوني اجيب الصاج اللي انا هدخل فيه الكفتة الفرن، وهحط فيه معلقتين من السمنة، وبالفرشة كده ببدأ ان انا انشر السمنة في الصاج بشكل كامل، يعني ادهن الصاج كله بالسمنة زي ما احنا شايفين. وبجيب الكفتة وببدأ احطها ارصها جنب بعض جنب بعض، لازقة خالص كده، ما يهمكيش هي لما هتدخل الفرن هتبدأ تبعد عن بعض. بقى دلوقتي هنا الكمية كلها زي ما احنا شايفين كده. لو عندنا بتاع ده اسمه ايه، ليا، الليا بتبقى حلوة جدا، نحط كده حتتين ليا في الصينية، بتدي الكفتة طعم حلو جدا، بس انا للأسف ما عنديش. وبدهن وشها كده بشوية بسيطين خالص من مية البصل بالفرشة، وبجيب الورق الفويل وبلفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجيبها وعلى درجة حرارة عالية في الفرن، بدخلها الفرن. شايفين بقى زي ما انتوا شايفين كده، منزلة الصوص بتاعها في الصينية، روعة. الطعم ده بيختلف تماما عن الطعم اللي احنا عاملينه قبل كده في الجريل على النار. ده زائد ان احنا لو عندنا عزومة، انا بخلص الكفتة وبحطها في الصينية وارمي في الفرن، ويعني انسيها بقى، هتفضل هي براحتها حوالي نص ساعة. بعد نص ساعة بجيبها وبقلبها زي ما انتوا شايفين كده، وببدأ ادخلها الفرن شوية كمان. انا بحب الكفتة تستوي براحتها علشان تبقى دايبة كده في البق. بعد ما بتتشرب ميتها، او في الاخر يعني انا اللي هو اخر شوية مية فيها، خلاص هي كده اخدت كفايتها في الفرن، بقوم اصفيهم منها كده من طرف الصينية، وبحطها على الشواية من فوق تاخد وش. لما احطها على الشواية يا جماعة مش بتطول خالص، اقل من دقيقة وبتكون انا مجرد ان انا عايزاها بس يعني من الشواية حتة بسيطة خالص كده من على الوش. ومش عايزة اقول لكم الطعم والريحة كانت قلب العمارة عندي بشكل عامل ازاي. وشكرا.